بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في قناه ست البيت. النهارده ان شاء الله نعمل مع بعض طبق مسقعه. وعايزه اشكر من داخل مصر وخارج مصر كل الناس اللي بتخش تدعم القناه، وربنا يوفق الجميع. بص يا ستي، انا عندي بتنجان، عروس، رومي، اي حاجه اي حاجه عندك اعملي بيها، ماشي. عندي بطاطس، طبعا في فلفل طبعا، يعني عايزه تحط رومي، عايزه تحط اللي هو الحراق، بس لو عندك اطفال ما تحطش الحراق. هنقشر بقى الحاجات دي ونيجي مع بعض. انا حطيت البطاطس بقى احمرها ونيجي مع بعض، ماشي. دلوقتي انا خلصت البطاطس، دلوقتي بقى البتنجان هنطلعه بقى ونحط الفلفل مكانه، وبعد كده دلوقتي انا بحمر بقى الفلفل وهنطلعه بقى مع بعض. انا قلبت عليه، انا حطيت شويه زيت، هنحط بقى التومه. بس انا حطيت التومه، وحط كمان شويه كزبره. نقلب بقى كده لغايه ما التومه. انا ما بعملش المسقعه ببصل يا جماعه، بعمل بتومه بس. الطريقه دي برده بتاعت المحلات ما بيحطوش بصل، بيحطوا توم بس، عشان كده بتلاقي لها طعمها حلو جدا. هنقلب بقى كده لغايه ما التومه تتحمر قوي، يعني مش تتحرق، لا يعني تصفر كده، ماشي. اعملوا الطريقه دي للمسقعه، هتاكلوا احلى مسقعه. ما تحطولهاش بصل يا جماعه، البصل ما بيديهاش طعم زي الثوم. كده خلاص ان شاء الله. هنحط بقى شويه خل. احنا كده حطينا شويه خل، نقلب بقى كده شويه مع بعض كده، وهنضيف بقى القوطه، ماشي. طبعا القوطه انا عصراها وحطها في الفريزر. انا معوداكم ان انا بجيب القوطه كميه وبعصرها وبحطها في الفريزر، ماشي. طبعا القوطه طبعا غاليه، انا بجيب القوطه اللي هي الكميه دي، بيديهالي طبعا بتمن رخيص، يعني باخدها على 7 جنيه. طبعا ب 12 جنيه، انا باخدها على 7 جنيه كميه، بس مش وشه، انا باخد وش القفص، يعني اللي هم اللي بيبقى عامل كده، مش طريه قوي، لا بتبقى متوسطه، يعني حلوه، يعني للعصير بس، يعني ما تقعدش تاني يوم بتغسليها وتعمليها وتقطعيها. طبعا عامله معاكم القوطه ومقطعينها، وبحط عليها طبعا بنجر، وبحط عليها معلقه سكر، وبعدين بحط عليها عصره ليمونه، وبحط كمان شويه سكر، وبحط الحاجات دي كلها على بعض وتستوي، وبعد كده بعصرها، وبعد كده بكيسها واحطها في الفريزر. بتبقى من المنظر ده، اسهل طريقه. وراكي شغل، وراكي حاجه، دي تبقى طريقه كويسه جدا لتخزين الطماطم، ماشي. هنسيبها بقى تتسبك ونيجي مع بعض. التقليه اتسبكت ماشي. هنحط بقى التوابل. انا حاطه ملح طبعا، وهنحط بقى كزبره وشطه وفلفل اسود. لو عندك اطفال ما تحطيش شطه، ماشي. احنا كده هنحط بقى هنضيف كل المقادير، الحاجات اللي احنا عملناها، البتنجان والفلفل والبطاطس، ماشي. هنضيفهم ونيجي مع بعض. حطينا كل حاجه بقى على الصلصه. هنقلب بقى كله كده مع بعضيه 5 دقايق كده وتقفلي عليه، ماشي. ادي البتنجان والفلفل والبطاطس، اسهل طريقه للمسقعه. اعمليها بالطريقه دي، الطريقه دي جميله جدا. ما اقولكيش بقى الريحه بعد ما عملت التقليه كانت الشقه ريحتها جميله. اعمليها بالثوم بس، ما تحطيش عليها بصل، دي زي طريقه المطاعم، ماشي. بالمنظر ده شكلها وادي الصلصه، وبألف هنا وشفا.